عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى فيديو الفراخ اللي احنا تبلناها امبارح. الفيديو اللي قبل ده على طول هتلاقوه طريقة تتبيلة الفراخ المشوية. هشويها معاكم وهتشوفوا وانا بعمل الفحم بولعه من كل حاجة من الألف للياء. اتفرجوا على التتبيلة. الفيديو اللي قبل ده كانت تتبيلة الفراخ، والنهاردة نشوي الفراخ ونعمل شوية رز كده. مش شرط بسمتي، البسمتي دلوقتي بقى معدي 60 جنيه. برز مصري بتتبيلة الرز البسمتي هيطلع أحلى رز في الدنيا كلها. طريقة الرز سهلة جدا، يلا بينا نشوفها ازاي. جبت رز مصري كوبايتين وغسلتهم غسلة نضيفة وحطيتهم يتصفوا، ورحت بشرة جزراية وبصلاية، وهحط عود قرفة وهحط لومي، وكمان هحط توابل الرز البسمتي. طعمه خطير والله ومفرفر وجميل خالص. لو نقدر نستغنى عن حاجة غالية نقدر نستغنى. الرز البسمتي دلوقتي ب60 جنيه، فأنا بالرز المصري هقدر أعمل بخلطة الرز البسمتي طعم تحفة. مكعب مرق الدجاج، معلقه كبيره مليانه من ال 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 التوابل بتاعه الرز البسمتي. بتقولي كده للعطار انا عايزه توابل رز بسمتي، وبحط معلقه صغيره كاري ومعلقه صغيره كركم ومكعب مرق الدجاج وشويه ملح، وبقلب كل ده مع بعض. واحط مرق الدجاج لو انا مش هسقي الرز بتاعي بشوربه، لو عندك شوربه استغني خالص عن مرقه الدجاج. بقلب بقى كل ده مع بعض واسيب كده التوابل تتشوح. بحط ورق لورا وحبهان، بس عدي كام حبهان عشان تشيليها لو عندك ضيوف او حتى لاولادك في البيت، ما تبقاش ايه تنسيها في الرز وتيجي ببقهم وكده. بقلب كل ده مع بعضه كده، وبقلب الرز كمان معاهم، وهتاكلي احلى رز بطعم رز البسمتي. بس هو رز بلدي بس والله ما في فرق خالص، ومفرفر وحلو. هنقلب بقى كده الرز في قلب البصل والتوابل بتاعتنا، ولحد ما يتشوح او يشوحه كده حلو ويسخن كده مع التوابل عشان يطلع مفرفر معايا. وهسقيه ميه مغليه، مش هسقيه ميه بارده علشان الرز بيبقى سخن معايا. فزي ما بينزل عليه سخونيه لازم ينزل عليه ميه سخنه، وهو سخن ما ينفعش ينزل عليه ميه بارده، هيعجن معاكي خالص. بحط كده الرز، كوبايتين الرز العادي قدامهم كوبايتين ميه، مفيش مشكله، زيه زي يعني الرز ده عادي بس هو بتوابل الرز البسمتي. فواخد لون كده الرز البسمتي وطعمه تحفه تحفه تحفه. وكمان في التقديم هتشوفوا شكله في التقديم حلو قوي. بعد ما يغلي بوطي عليه، وبعد ما يستوي اوريهولكوا دلوقتي مفرفر قد ايه وحلو خالص. بوطي عليه بقى خالص، وما بيستوي بطفي خالص. تمام. هنزل بقى بالطحينه معايا كده حوالي نص كوبايه من الطحينه، عليها فص توم مفروم، عليها كزبره ناشفه رشه بسيطه، رشه بسيطه من توم البودر، وملح حسب الرغبه طبعا، وكمون وفلفل اسمر وشطه. يبقى بحط كزبره ناشفه، بحط توم بودر، بحط شطه، بحط كمون وفلفل اسمر، وبنزل بفصين من التوم، وبنزل بمعلقتين من الخل، وبقلب كل ده مع بعض. وبنزل بميه مغليه، الميه المغليه بتخلي لك لون الطحينه فاتح، وكمان بتخلي قوامها حلو وكميتها حلوه، بتعدل كده شكلها وهي الميه السخنه بصراحه خطيره عن الميه البارده يعني محدش يعمل الطحينه بميه بارده، الميه السخنه بتدي قوام حلو ولون حلو للطحينه. آه هنزل بقى كده بالميه المغليه، كنت غاليه ميه في البراد. هغلي كده الميه، بص نازله مغليه مغليه يعني. وكل شويه بحط حبه بحبه لحد ما افكك خالص الطحينه معايا، يجي قوامها ناعم كده. بقوم بقى نازله كده بكميه الميه بسيطه كده، حاجه في حاجه، لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، قوام تقيل خفيف وسط اللي انت عايزاه. هتقدري تتحكمي في كميه الميه اللي انت بتنزليها. بس هي دي شكل الطحينه. اسيبها شويه لانها لما بتهدى من الميه السخنه بتتقل كمان عن المنظر ده. بس هقطع بقى طبق سلطه معايا فلفل وطماطم وجزر، وهقطع بصلايه، بس هخلي البصلايه اثناء التقديم معاكم في الاخر خالص. والتوابل برضو بتاعه السلطه بتاعه الحاتي. النهارده الوجبه او الغدا كان متكامل وكان حلو. الفراخ كانت جوسي جدا، وهقطعها معاكم وانتوا شفتوها في اول الفيديو عامله ازاي. جربوها وجربوا التتبيله. انا الفيديو اللي قبل الفيديو اللي هينزل لكم ده بالظبط كان الفيديو بتاع تتبيله الفراخ. تقدري تخزني برضو بالتتبيله دي، مفيش مشكله في الفريزر. الفراخ كده متقطعه ومتخزنه في طبق او في طبق فويل ملفوف يعني، يبقى كيس تلاجة في الفريزر، مفيش اي مشكله خالص. بقطع برضو الفلفل كده لشرايح، وبقطع الجزر ببشره وهركنها في جنب. هروح اشوي الفراخ عند جارتي وارجع لكم تاني. انا ما كنتش بشويها عندي في البيت، رحت شويتها عند جارتي عشان هي كانت عايزه تشوي فراخ ليها هي كمان.
فاول مره بقى يبقى مني كده للفحم، انا اللي اولع الفحم، وانا اللي ازاي يعني كنت اول مره بصراحه يعني اخد التجربه ان انا اللي اولع الفحم بنفسي واشوف النار هتبقى عامله ازاي واظبطها وكده. انا بولع فحمتين على النار على البوتاجاز عادي، واقوم واخداهم حطاهم في قلب الشوايه، وبالمروحه بقى وبايدك. يعني كنت ماسكه كرتونه تقيله وكنت عماله اهوي لحد ما النار زي ما انتم شايفين كده كلها بتشغل نفسها. جبت كده شبكه وحطيت فيها الفرخه بتاعتي والفرخه بتاعت جارتي وشويناهم مع بعض، وكان طعمها حلو بصراحه وكان يوم حلو. هرص بقى فراخي كده وفراخها واحنا الاتنين كنفس التتبيله بالظبط. كان باقي عندي تتبيله خدتها واديتها لها برضو، عملت بيها نفس الفراخ اللي انا تبلتها بالظبط. احلى تتبيله ممكن تعمليها للمشاوي، مش قادره اقول لكم على ريحه الزعتر والروزماري كده وهو بينشوي ريحته عامله ازاي، خطيره قوي بصراحه. بس دي بقى فرختي هبدا ان انا ارصها انا كمان ومقطعاها كده لاربع تربع. كل ده اللي انا التتبيله والفراخ وهي متقطعه في الفيديو بتاع امبارح، الفيديو اللي قبل ده على طول. هقفل بقى جامد واتك عليها جامد واقفلها كده بالقفل بتاعها، وهنحطها على الشوايه على طول. يا ربي على الريحه والجمال، خطيره. الفراخ المشويه اصلا خفيفه كده وطعمها تحفه بصراحه. لو انت عامله دايت بقى استغني عن الرز وعن العيش والطحينه وكلي سلطه وفراخ، احلى اكل بصراحه. خفيفه وتحسي ان انت عايزه تعملي فرختين ثلاثه مش فرخه واحده. بألف هنا وشفا للي اكل منها. بصراحه التتبيله كانت مخليه الفراخ طريه قوي وبيضه من جوه. معلقه العسل يا جماعه بتفرق جدا جدا في الفراخ المشويه، لانها بتديها طراوه كده وبتبقى لونها ابيض من جوه يعني. ولا ومع انها بايته في التتبيله قبلها بليله، شاربه التتبيله قوي بجد. خدت وش اهي، قلبتها على الوش التاني وكل شويه بقيت تقلب هنا وهنا وهنا وهنا، يعني اقلب كده على الوش ده شويه وعلى الوش ده شويه عشان كله ياخد لون واحد وكله ياخد سوا واحد. قد ايه طالعه طريه، ساعه ساعه ونص، ساعه انا ما كملت الساعه، هي ساعه بالظبط. واصله عندها 2 مروحه بيتي 3، هي ساعه بالظبط وكنت شاويه. بس ده كان اصغر طفل يشوي فراخ. ده مروان ابنها حته سكره، ربنا يا رب يبارك له يبارك لها فيه يا رب. كان قاعد يشوي الفراخ معايا فخدت له اللقطه دي كده. كان عسل هو بيشوي بصراحه. بصوا اصغر طفل يشوي فراخ. الله اكبر عليه وربنا يحفظه. بس كده بعد ما شويتها وبصوا شايفين عامله ازاي. وهنزلها كده بس عشان بتبقى ماسكه حاجه بسيطه كده في الشوايه بس، ولا الجلد بتاعها متقطع ولا اي حاجه خالص. طعمها حلو قوي بصراحه. هشيلها بقى احطها في الطبق بتاعي واخد بعضي واروح على المطبخ بتاعي تاني عشان نغرف مع بعض الاكل الحلو ده. كنت بطلع التليفون بقى عشان الشبكه كانت سخنه كانش يبوظ. المهم بقى ايه، هحط الفراخ كده في قلب الطبق. وبصراحه بصراحه بصراحه التتبيله تحفه قوي، انا مبهوره بيها. واحنا بنعمل فيديو التفريزات هخزن معاكم، وان شاء الله ان شاء الله لو عشنا وكان لنا عمر فيديو التفريزات بتاع الفراخ هيبقى قبل رمضان، بحيث ان احنا في رمضان نطلع عندنا عزومه عندنا لنفسنا مش شرط عزومه، هنطلع الفراخ يا دوب تفك كده ونقوم شاويينها على طول، ولا هنحتاج نتبل ولا اي حاجه، وتقعد معاكي بالشهر وبالشهرين في التتبيله في الفريزر ما بيجرالهاش اي حاجه خالص. انا جيت بقى كده البيت نورت البيت. هحط بقى كده اقطع بصلايه صغيره كده شرايح زي سلطه الحاتي بالظبط، وهحط توابل. انا بحط توابل تحفه قوي على السلطه. تعالوا نشوف الدريسنج اللي انا بعمله للسلطه بيبقى عامل ازاي. انا بحط على السلطه بتاعتي ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، بابريكا، بحط فلفل اسمر، بحط رشه بسيطه قوي من الثوم البودر، وبحط رشة من الزيت، سقطة واحدة من الزيت، وبحط شوية من الخل، بحط كمان عصرة ليمون، وهنزل بكوباية مية علشان اعمل مية السلطة اللي احنا بنحبها جنب السندوتشات وجنب فراخ اللي هي المشوية عند المحلات الشوي. نقول تاني التوابل بتاعة السلطة: كمون،
ربع معلقه صغيره كمون، كل اللي انا هقول منه ربع معلقه صغيره بتاعه الشاي، كمون، كزبره ناشفه، شطه، بابريكا، ملح، فلفل اسمر، رشه من الكزبره الناشفه، واحنا قلنا التوم البودر. تمام كده. وبحط كمان ربع معلقه صغيره من السكر عشان يعادل حموضه التوابل وحموضه الخل والليمون والطماطم. مش هتحسوا خالص بطعم السكر، بس هيعدل لك عارفين اللي هي المزازه بتاعت الليمون والخل دي، هيعدلها لك جدا في السلطه. بس هقلب كل ده مع بعض واجيب كوبايه ميه وهنزل عليها على السلطه دي، وهسيبها كده لحد المغرب بقى تتبل كده مع نفسها، وعلى طول هقوم حاطه صبه الميه في الكوبايات وغرفه السلطه في الاطباق، وادي الطحينه هغرفها كمان معاكم، وهتشوفوا الرز قد ايه مفرفر. الفراخ هقطعها معاكم ان شاء الله. تجربوا الغدا كله على بعضه كده ميكس حلو قوي، احلى من نشتري فراخ من بره. وفي ناس كمان بيشوها بره ب 30 و40 جنيه. انتي لو هتجيبي شوايه صغيره على قدك في البيت وهتشوها في البيت بكل سهوله. والله الفحم كنت مفكراه مشكله، وكنت اول مره فعلا اتعرض اني اشوي لوحدي من غير ما حد يساعدني، من غير ما حد يولع لي فحم. كانت تجربه كويسه قوي، فرحت بيها ان طلعت بالنتيجه 100% دي وانا اول مره اجربها بصراحه. اتمنى تجربوها وتعجبكم، ما تخافوش من اي حاجه. جربوا وجمدوا قلبكم كده، والحاجه سموا الله وصلوا على الرسول، والحاجه هتطلع معاكم تحفه. نص بقى فراخي كده فوق الرز، واحلى غدا. ولو عندك عزومه، احلى فراخ باحلى تتبيله جوسي قوي وجميله، ان شاء الله تجربوها. برص كده الفراخ واحط طبق تاني لبقيه الفراخ، و آه، مش قادره اقول لكم على طعمها وريحتها كانت عامله ازاي، حلوه قوي. هرش ورشه بس بقدونس كده او كزبره، اي حاجه خضره بس كده تكسر اللون الفاتح ده وتدي برضو شكل حلو. هرص بقيه الفراخ برضو في الطبق التاني. بس هو ده الشكل النهائي بتاعي. همسح بقى الرخامه بتاعتي كده من اي حاجه عليها، واقرب لكم الكاميرا وتشوفوا الشكل والعظمه عامله ازاي، خطيره قوي بصراحه. واتمنى تجربوها بكل تركه فيها في التوابل بتاعه الفراخ وتتبيلتها. ما تنسونيش لو لسه متابعيني لحد الان في اللايك، ولسه ما اشتركش في قناتي يشترك عشان يشوف كل الحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها، وتتعلمي الحاجات البسيطه اللي ممكن تعمليها في بيتك ولضيوفك تبهريهم بيها. ادي ميه السلطه، انا ما بكترش عشان مفيش حد بيشرب غير انا وزوجي منها، اولادي ما بيحبوهاش. وادي الفراخ، وادي التضليعه بتاعتها، المربعات اللي بتبقى بتاعت الشوي دي حلوه قوي، المنظر تحفه. ان شاء الله ان شاء الله تنول اعجابكم وتجربوها وتقولي رايكم. تحطوا رأيكم على جروبي أو تطبيقاتكم للفراخ على جروبي مطبخ هنا حازم، أو على اليوتيوب قناتي اسمها مطبخ هنا حازم برضو. لسه مشتركش في القناة اشتركوا وفعل زر الجرس، صلوا على النبي وشوفوا أحلى فراخ بتتقطع ازاي واللون فاتح قد ايه. معلقة العسل بتفرق قوي بجد. ربنا يديمكم نعمة في حياتي وافضل دايما عند حسن ظنكم. ربنا يخليكم ليا يا رب، دايما أجمل متابعين. دمتم بألف خير ومع السلامة.